نهائي كأس السوبر المصري ما بين الأهلي والزمالك. الأهلي بكامل قواه العقلية والنفسية والمادية والصحية والبشرية والإعلامية وكل حاجة، والزمالك بنص لعيبة وبمدرب مؤقت، بإدارة مش موجودة، وبفلوس الخزنة فاضية، وبقضايا متلتلة، وبإيقاف قيد قد كده، وإصابات حدث ولا حرج. المباراة النهارده الحد، تتوقع مين يكسب نهائي كأس السوبر المصري؟ وجهة نظري انا بقول لك لو المباراة وصلت لركلات الجزاء الزمالك هيكسب. لو ما وصلش لركلات الجزاء الاهلي هيكسب المباراة بفرق 2، 2-0، 3-1، 4-2، هيكسب بفرق 2. ولكن الزمالك لو وصل المباراة لضربات الجزاء الزمالك هيكسب. هتيجي تقول لي انت مش واثق في فرقتك؟ انا واثق في فرقتي، بس فرقتي على قدها اليومين دول. الكفه ناحيه النادي الاهلي 90% الاهلي يكسب. الاهلي معاه اعظم لعيبه في افريقيا. الاهلي معاه اكتر نادي معاه فلوس في افريقيا. بكلامهم هم مش بكلام احنا، بكلامهم هم. الاهلي عنده اداره ثابته بقى لها 8 سنين تقريبا. الاهلي عندهم رعاه بقى لهم 10 سنين. الاهلي اسكواده كامل، عنده منظومه اعلاميه كلها لجان حدث ولا حرج، عنده جمهور كبير طبعا ويحترم، عنده كل حاجه، يعني عنده كل حاجه تخليه يكسب. الزمالك مع ربنا، مع ربنا تمام. فاتمنى طبعا فوز الزمالك، انا راجل زملكاوي فاتمنى فوز الزمالك. ولو الزمالك خسر لا قدر الله برضه هنظل نشجع الزمالك. سلام.